بسم الله الرحمن الرحيم. طلبوها مني كتير قوي ونفسهم فيها قوي قوي، يلا نعملها مع بعض العاده. وقبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اول حاجه معايا لحمه مفرومه، كميه اللحمه المفرومه قد كميه البصل. طبعا عرفتوا احنا هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ حواوشي. انا معايا كيلو من اللحمه المفرومه. كيلو اللحمه المفرومه هياخد معاكي 200 جرام من الدهون، حباهم بقى يكونوا ليا يكونوا بوش زي ما تحبي. كيلو اللحمه المفرومه هياخد معايا كيلو من البصل، وقرنين حلوين كده من الفلفل الرومي الاخضر، وقرن كده من الفلفل السبايسي، طبعا ده حسب الرغبه بس بيدي طعم حلو قوي، فانا هستخدم قرن واحد بس. طبعا الفلفل الاحمر بيكون خطير في الحواوشي، فهننزل بقرن، نص قرن الموجود عندك. نفرمهم في الكبه كويس جدا. خلي بالك انا عايزاهم مفرومين بالشكل ده، مش عايزاهم ميه، يعني ما تفرمهمش قوي. لو الكبه عندك قويه زي الكبه بتاعتي كده يعني ضربتين ثلاثه وخلاص. انا عايزه الحجم ده. هننزل بيهم في مصفى، وهننزل عليهم بشويه ملح كده علشان انا عايزاهم ينزلوا كل ميتهم. ميه كيلو البصل اللي حضرتك شايفاها دي، شايفه الميه قد ايه؟ الميه دي بقى هتخلي معاكي رغيف الحواوشي يطرى جدا، فلازم نتخلص منها. ننزل بقى الخضار الجميل اللي صفيناه ده كده على اللحمه. كيلو اللحمه المفرومه هياخد نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهياخد معلقه كبيره من بهارات الحواوشي، وربع معلقه صغيره من السبع بهارات. بالنسبه للملح بقى خلي بالك ان اوريدي بهارات الحواوشي بيكون داخلها ملح، فتضيفي بقى شويه ملح مش كتير. ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر بتخلي اللحمه تنفش معاكي جوه رغيف الحواوشي، تبقى حلوه قوي. واوعي تنسي، انا كنت هنسى، ربع معلقه صغيره من الثوم المفروم، بتدي طعم حلو قوي برده. بتعجني كويس جدا جدا لحد ما توصل معاكي للقوام ده. بصي قوام ايه؟ اسمه التسميغ. سمغت معانا، بصي تعمليها كده تلاقيها بتشعر كده زي الفل. هنسيبها بقى على جنب، وعشان الدنيا ما تتبهدلش بقى هاتي اي مفرش كده تفرشيه. واهم حاجه لو المفرش عندك مطبوع زي ده اقلبيه على ظهره، بلاش على الطبعه. بسم الله. بنجيب بقى عيش الحواوشي، واهم حاجه تتخلصي من الرده الزياده دي. عيش الحواوشي يا جماعه بيكون اسمك شويه من العيش العادي، وتيجي من هنا كده وتفتحيه فتحه صغنطوطه كده اهو. عيش الحواوشي بس بيكون اتخن شويه من العيش العادي، وبرده اصغر شويه. لازم تتخلصي من الرده دي، لان الرده دي هي اللي بتحرقه وبتخلي شكله مش حلو. هتشغلي بقى الفرن عندك على درجه حراره 200. دي شبكه الفرن بتاعتي، فرن البوتاجاز العادي. هنفرشها بقى كده علشان ايه؟ ما تتبهدلش معانا. سمنه بلدي وزيت. ادهني بقى كويس قوي الرف ده. لو انت عايزه تعملي الحواوشي ده على الطاسه، تخلي راق اللحمه رفيع قوي جوه الرغيف عشان اللحمه تستوي. لو على الطاسه، لو في الفرن اعملي بقى سميك زي ما انت عايزه. وبعدين بقى كوري قطع اللحمه، يعني الرغيف الصغير ده هيحتاج مثلا بحجم الليمونه الكبيره شويه اهو كده اهو. بالشكل ده بتسرعي على نفسك وانت بتفردي الرغيف. وناخد الكوره اللي احنا جهزناها ونضغط كده. خلي بالك ان اللحمه دي هتكش، فعلى قد ما تقدري طلعي كده اهو. بصي ما شاء الله ولا قوه الا بالله زي الفل. ونديله مسحه حلوه كده من تحت كده، ومسحه كمان فوق من الزيت والسمنه البلدي. خلي ايد تفرد اللحمه كده، وايد تانيه تفضل نظيفه انها تطبطب كده على الرغيف. الرغيف يبقى معاكي نظيف. اهم حاجه بقى وانت تحطيه كده وتضغطي ضغطه كده علشان ياخد بقى ايه؟ شكل الجريل. على طول على الفرن. بس نركز في حاجه بقى، حط الحواوشي على اقرب رف للقاع بالشكل ده، واعلى درجه حراره. بمجرد ما بياخد لون بنقلبه على الوش التاني. اوعي ترفعيه في النص، هينشف منك. لازم على اقرب رف للقاع. بعد 12 13 دقيقه بصي بقى قلبي ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ماركه فويل صغنطوطه بقى كده هنا في النص، وكده الفحميه سنه بسيطه من الزيت والزيت بقى كده، وسيبيه متغطي 5 دقايق علشان رغيف الحواوشي يطرى ويشرب من الفحم. الجمال بسم الله ما شاء الله والحلاوه. ومعاه بقى شويه سلطه خضراء كده، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. حابينه محمر كده تمام، حابينه مش محمر قوي تمام. انا عندي ابني بيحبه مش محمر قوي، وكلنا بنحبه محمر قوي. بصي ما شاء الله من جوه عامل ازاي، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بصي من بره مقرمش ازاي، الله قد ايه من جوه طري، ومش قادره اقول لك ريحته حلوه ازاي، بجد ريحته حلوه قوي. دي بطريقتي وهتدعي لي احلى حواوشي مصري ممكن تاكليه في حياتك. ويا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.